شكون فينا اللي ما يحبش طاجين الزيتون، وخاصه لو عطيته لكم بالطريقه ديالي الخاصه. دون اون كوكوط ناخذ المراسم الدجاج ديالي اللي نكون قليتهم مليح في شويه تاع زيت، ونضيف عليهم حبه بصل كبيره اللي نكون رحيتها شويه في الخشين، وخمس سنينات تاع الثوم، ملح، شويه فلفل كحل، زوج وريقات رند، عود قرفه، زنجبيل، وشويه كركم. نقليهم مليح على نار متوسطه لحتى تتعسل لي ديك المرقه. نضيف عليهم الشامبينيون والكاروت تاوعي ونرجعهم ونخليهم يتقلاو على اقل من مهلهم. غير نشوف اللحم تاعي وصل نص طياب، نضيف عليهم الزيتون ونمرق اكيد بالماء سخون. شوفوا لي ديك المرقه العزيزه كيفاش خرجت من جهه ثانيه. نروح نقلي البطاطا تاعي باش نشكل بها الوريدات كما هو موضح عندي في الفيديو. بهذه الطريقه راكي حتزيدي له همه وشان لهذا الطبق التقليدي الجزائري 100% اللي لازم يكون حاضر في طاوله رمضان. اما الفخاد الدجاج اللي كنت حطيتها في لاكوكوت نحيتها ودرت لها مرصو تاع زبده وخليتها تتحمر في الكوشه من الفوق. انا نحبهم هكذا يجوا مقرمشين وبنان. اما بالنسبه للتقديم نحط الطاجين الزيتون تاعي ونحط مراسم الدجاج في الوسط وساير داير هذوك الوريدات البطاطا، وما تنساوش رشه المعدنوس. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. جربوها اكيد راح تعتمدوها. سلام.